في البداية نقرأ الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبطال في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية اليمنية. سعيد أنا بالحضور تخرج هذه الكوكبة من الإعلام العسكري الذي له الدور المهم في النقل الحقيقي لما يدور في الميدان. أنتم صوت المقاتل، صوت الجندي، صوت الضابط، صوت القيادة. أنتم من ينقلون الحقيقة تحت صوت المدافع. أنتم أصحاب الكلمة العليا. أنتم لكم دور هام في إبراز هذا الجندي الذي يضحي بدمه وروحه من أجل الوطن، من أجل عقيدته، من أجل أن نعيش ويعيش بقية أبنائنا في حرية وكرامة، نصون ديننا وبلادنا وأرضنا وأموالنا وأعراضنا. من سيمثل هذا المقاتل؟ هناك كثير من الإعلام السياسي لا يمثل المقاتل، صراعات سياسية، صراعات حزبية، تهاوت على المناصب، ولكن أنتم من يمثل صوت الجندي في الميدان. فمهمة الإعلام العسكري الآن هي توثيق هذه الملاحم البطولية ونقلها. الانتصار جزء منه يحققه الإعلام. المقاتل وقد نذر نفسه ودمه للتضحية من أجل إيش؟ من أجل الدين والوطن. احنا كيف دوركم كإعلامي أن نعزز هذا الدور لدى المقاتل؟ كثير من المعارك ما بنوضحش حقيقة ما بيحصل في الميدان، ما بنوثقش الإجرام الحوثي الذي بيحصل، كمية الألغام، كمية العبوات التي تزرع على الطرقات، في المزارع، في المساجد. حصلنا مساجد ملغمة والتوثيق موجود، مدارس، مساجد، بيوت، كلها كانت مفخخة تحت البلاط. كان يعمل يبعد الموكيت حق المسجد ويقلع البلاط ويحط عبوات ويرجع كل شيء على ما هو. من بيستهدف هذا؟ المهام الإعلام العسكري ومهامكم إبراز البطولات، إبراز الشخصيات المقاتلة، توثيق دور المقاتلين. ما ننساش دورهم سواء كانوا الموجودين في الميدان أو شهدائنا. معركتنا مستمرة، ما قد انتهتش معركتنا، سواء كان باتفاق ستوكهولم أو بالهدنة الأخيرة أو ما يطرح في الساحة. طالما نحن موجودين في الميدان جمهوريتنا باقي، والجمهورية حية في قلب كل يمني. لا تصدقوش إنها بتنطفئ في يوم من الأيام. معركتنا مستمرة ونحن نعد لها، نعد العدة. وعندكم اطلاع وعارفين كم دربنا، كم جهزنا، كم أنشأنا من وحدات جديدة. أفشلنا كثير من محاولات الحوثي، منها عندما تم القبض على السنابيك الأخيرة في أبريل اللي تحمل 3 مليون صاعق و3600 كيلو طول الحبال المتفجرة. منعنا أنها تقتل اليمنيين. هذه كانت تستخدم ليش؟ للطرقات، تفجير البيوت، تفجير المدارس، تفجير المساجد. هذا جزء من معركتنا. حرمنا العدو من هذه الفرصة وحرمناه من أن يقتل آلاف اليمنيين بهذه المواد المتفجرة. العام الماضي قبضنا على عدد أكثر من 400 جسم صاروخ و5000 زعنفة صواريخ. هذا اللي كانت جاية من بندر عباس إلى الحوثيين الذي يدعي أنه يعمل صناعة الصواريخ، صناعة الأسلحة. طيب الزعانف الريش حق الصاروخ جت من إيران، كيف صنعت الصاروخ؟ وهذه
من خلال تحليلنا والمختصين لدينا حللوا أن هذه تستخدم لصواريخ بدر 2. هذه ليست لم تكن لا لإسرائيل ولا لغيرها. بدر 2 صواريخ تكتيكية تستخدم لقتل اليمنيين، مداها 200 إلى 400 كيلو. أنتم أدرى كم دورات أنجزت خلال النصف الأول من عام 2025 فقط. الإعداد مستمر ومعركتنا مستمرة وهدفنا هو صنعاء، لكن نحن نؤمن أن المعركة ليست بالبندقية فقط، معركة بالكلمة، بالثقافة، بالتوعية، بالإرشاد الديني، بالبناء. أنا عندما أقدم خدمات للمواطنين هذا واجبي كمسؤول، مش واجبي بس إن أنا بس أجلس أعد وانتظر لما تجي المعركة. طيب ما فيش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. قالوا يوم القيامة هنغرس شجر ونزفلت ونبني مستشفيات ونبني مدارس ونعمل كل شيء. أي شيء نقدر نخدم به أبناء شعبنا هنخدم به أبناء شعبنا. احنا نريد أن نثبت للناس وللعالم أنه هناك يمن آخر، يمن غير اليمن الذي بيدعي الحوثي أنه ماسكه ومضطهد الناس وحارم لهم الرواتب الآن هذا السنة 10. لا يحس بالمسؤولية ولا يحس بمعاناة الناس وما يريدوها الناس. كيف تتكلم عن اليمن وعن السيادة وعن أنك قدرت تضرب إسرائيل وقدرت، وشعبك نصه فلت وهاجر، نصه مهاجر في الداخل ونص الآخر مهاجر في الخارج. عن أي عزة وعن أي كرامة يتحدث عبد الملك الحوثي وزبانيته؟ أدخل اليمن في صراعات، نخرج من حرب ندخل في حرب، نخرج من هنا ويجي دور إسرائيل تجي تضرب اليمن، قال بيسند غزة. أنا أؤكد من هنا أنه هذا مشروع هو مشروع للحرس الثوري ومشروع لإيران. صحيح أنه هدفهم الولاية والإمامة، وهذا هو مشروع صراع داخل اليمن منذ أن جاء الهادي الرسي إلى اليمن، لكن من صنعك ومن أعدك لهذا الشيء هي إيران والحرس الثوري. لولا دعم إيران والحرس الثوري لما قامت للحوثي هذا قائمة. من هو الحوثي؟ إيش كان؟ وإيش قدرته إنه يبني هذا الميليشيات ويسلح ويجهز ويدرب؟ مدربين جاءوا من لبنان وراحوا دربوا في إيران، دربوا في لبنان، دربوا قبل كل شيء من قبل الحرب الأولى. في ناس الآن جيت فلسف أنتوا وأنتوا وأنتوا وأنتوا. إحنا حاربنا الحوثي وعادك في المزبع من حرب صعدة الأولى، حرب مرة. في ناس ضحوا وقدموا وقاتلوا، فرضت عليهم أوضاع سياسية معينة في صنعاء. إيش بيدك؟ جيت تقول أنت تحالفت مع الحوثي ولا تحالفناش مع الحوثي؟ إحنا حافظنا على المؤسسات. عاد كان لليمن عاد كان به كان يخاف الحوثي من المؤتمر ومن علي عبد الله صالح داخل صنعاء أكثر مما كان يخاف من ضربات الطيران في التحالف. كان يعمل لها 1000 حساب، وفعلا واثبتت انتفاضة ديسمبر هذا لولا أنها لم تكن منظمة ولم تسند الإسناد الصحيح، ولا خرجت 8 محافظات عن سيطرة الحوثي تماما. صالح الصماد كان يومها اتصل يتفاوض هو وذياب بن معيلي كيف يخرج من صنعاء. وسمعتوا خطاب عبد الملك الحوثي الأول كيف كان مهزوم. ولذلك نحن نتكلم عن الإعداد والترتيب العسكري لأي معركة قادمة. يجب أن يكون إعداد وترتيب حقيقي. الآن توحدت القوات في الساحة، التمت المقاومة الوطنية، أصبحت تحتوي كل ألوية حراس الجمهورية وألوية المقاومة التامية البطلة. هذا يزيدنا إيش؟ قوة، ويزيدنا تماسك، ويزيدنا وحدة.
أي جهد يبذل الآن هو يوفر الدم في المعركة. مثل ما احنا مؤمنين بعدالة قضيتنا وإن الله معنا، نحن نؤمن أن صنعاء قادمة وتحريرها قادم بإذن الله على أيدي أبطالنا وأبطال القوات مختلف التشكيلات. في أشياء ما نريد نتحدث عنها وأنتم فاهمين أنه أصبحنا نطور بعض الأشياء في مجال الصناعات. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة سنكشف عنها. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأتمنى أنه تستمر هذا الدورات. شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق.